يا صباح الجمال والروقان من عروس البحر الأبيض المتوسط. مين فينا ملوش ذكرى حلوة في اسكندرية وسحر بحرها؟ اسكندرية دي مش مجرد محافظة بنسافر ليها نصيف. اسكندرية دي حكايات ولمة عيلة وضحكة من القلب على شط البحر، وسهرة بالليل في شوارعها اللي ما بتنامش. كل شبر في المدينة دي بيفكرنا بأيام زمان وجمالها، بصوت الموج اللي بيغسل هموم السنة كلها، وبلمعة الشمس على المية الصبح وهي بتصحي فينا طاقة جديدة. اسكندرية يعني ريحة اليود اللي بترد الروح أول ما تنزل من المحطة، يعني التمشية على الكورنيش مع أحلى ناس في حياتك، وكوباية الشاي أو القهوة في البلكونة وانت باصص للمدى الواسع اللي ملوش آخر. الذكريات الجميلة هنا محفورة في قلب كل واحد فينا، وعشان احنا دايما بندور لكم على الراحة وعلى المكان اللي يخلي ذكرياتكم الجديدة أحلى وأفخم، شركة السادات هوم للتسويق العقاري قررت النهاردة تاخدكم في حتة تانية خالص، حتة ملوكي في أرقى مكان ممكن تتخيلوه، في قلب ستانلي، وفيو ملكي حقيقي يخطف العين والقلب من أول ثانية. فتعالوا معايا نبدأ جولتنا وندخل مع بعض نشوف العظمة بالتفاصيل. البداية هنا بتبدأ بالفخامة والراحة والأمان من بره الشقة أصلا، من قبل ما تدوس رجلك جوه المكان، لأن البرج هنا مصمم على أعلى مستوى ومعمول بحساب للرفاهية التكنولوجية الحديثة اللي بتسهل عليك كل خطوة. البرج مجهز بأحدث تكنولوجيا ممكن تشوفوها في الأبراج الفندقية الرئيسية على البحر. عندك هنا الأسانسير شغال بالكامل بنظام شاشات التاتش المتطورة، يعني أمان وسرعة وسلاسة وقمة في الرقي والتميز ليك ولضيوفك. وبمجرد ما الأسانسير بيوصل ويفتح بنلاقي نفسنا قدام مدخل شقة فخم جدا، وباب متقفل بأعلى جودة عشان يحسسك بالخصوصية الكاملة. نفتح بقى باب شقتنا ونقول بسم الله. أول ما بندخل من الباب بيستقبلنا ريسبشن واسع جدا ومريح للأعصاب، متقفل ومفروش بأرقى الأساس المودرن اللي تصميمه يفتح النفس وألوانه متناسقة وراقية جدا. بس الحقيقة عينك مش هتروح للفرش ولا الشياكة الداخلية دي وبس، عينك هتتخطف على طول وهتجري على الإطلالة اللي قدامك. احنا واقفين هنا أمام الفيو الملكي على البحر مباشرة، بحري صريح ومكشوف على أجمل لقطة في اسكندرية. الشقة تقع مباشرة أمام كوبري ستانلي، يعني وانت قاعد على الكنبة بتشرب قهوتك الصبح أو بالليل، كوبري ستانلي بنوره وجماله وحركته الساحرة شغال قدامك كأنه لوحة فنية طبيعية مرسومة علشانك. وطبعا عشان شركة السادات هم بتفهم في الأصول وعارفة إن رطوبة البحر ودوشة الكورنيش ممكن تزعج البعض، فالشقة كلها متقفلة بالكامل بشبابيك قطعات جامبو العازلة تماما للصوت والتراب والرطوبة. يعني تقفل الشباك من هنا تعزل نفسك عن دوشة الشارع والدنيا بره تماما، وتعيش في هدوءك التام وروقانك الخاص. وتفتح الشباك من هنا تسمع نغم البحر ونسمة الهواء البحري اللي ترد الروح وتنعش القلب. ندخل بعد كده على طرقة التوزيع اللي بتفصل جزء المعيشة والحركة عن غرف النوم عشان توفر أعلى مستوى من الخصوصية والراحة لكل أفراد العيلة. والتصميم الهندسي هنا ذكي جدا ومستغل كل شبر. وأول حاجة هتقابلنا في الطرقة دي وهي فكرة عبقرية بتعجب كل العملاء، ده حمام الغرفة التانية. والحمام ده معمول بنظام ذكي جدا لأنه بيبدأ ببابين، باب بيفتح من بره من ناحية طرقة التوزيع عشان يخدم أي حد موجود في الشقة، وباب تاني سري ومباشر بيفتح من جوه الغرفة نفسها، وده بيخلي الغرفة دي تتحول لغرفة ماستر بخصوصية كاملة وراحة ملهاش مثيل للي قاعد جواها من غير ما يضطر يخرج بره في الطرقة عشان يدخل الحمام. وبعد حمام الغرفة التانية على طول بنلاقي الحمام الكبير الرئيسي للشقة، وهي مساحته واسعة جدا ومتشطب تشطيب سوبر لوكس بأعلى الخامات والأدوات الصحية الفخمة والإضاءة الموزعة بدقة عشان تديك إحساس بالنظافة والرفاهية. ومن الحمام الكبير بندخل على غرفة النوم اللي بسريرين. الغرفة دي بقى فرشها فندقي فاخر ومرتب جدا، وبتتميز بأعلى درجات النظافة لأن الشقة بيتعمل لها صيانة ونظافة يومية من خدمة الهاوس كيبر المتاحة دايما عشان تضمن لك إن كل حاجة بتلمع وتفتح النفس. وبصوا معايا هنا في التفصيلة المودرن دي، المرايات هنا ديجيتال حديثة جدا
بتنور وتطفي بنظام التاتش الذكي. والغرفة دي كمان فيها ميزة مريحة جدا، وهي إن فيها شباك كبير بيفتح مباشرة على الفرندا، وده بيوفر تهوية ممتازة متجددة وإضاءة طبيعية طول اليوم، تخلي الغرفة دايما منورة وفيها روح وحيوية. ودلوقتي بقى وصلنا لقلب الشقة النابض والحتة الفخمة اللي الكل بيستناها. احنا داخلين على الغرفة الملكية الذهبية. الغرفة دي لوحدها حكاية تانية خالص، وتصميمها ملوكي مودرن، بيجمع بين فخامة ووقار الجناح الملكي بلمساته الذهبية الراقية، وفي نفس الوقت واخدة ستايل المودرن العصري المريح جدا في الفرش والديكور. دمج عبقري بيحسسك بالتميز والرفاهية مع البساطة والشياكة اللي تفتح النفس. والأجمل والأقوى من كل ده إن الغرفة دي ليها إطلالة كاملة ومباشرة على البحر من غير أي عوائق، يعني تصحى الصبح تفتح عينك تلاقي زرقان مية اسكندرية وكوبري ستانلي قدام سريرك على طول. شايفين روعة وقيمة القعدة هنا؟ قعدة ملوكي مريحة مخصصة علشان تستمتع ببحرنا وجماله، وفي أي وقت بالليل أو بالنهار، في خصوصية تامة. ولأن شركة السادات هوم بتهتم بأدق تفاصيل الأمان والراحة النفسية ليكي ولحاجتك الثمينة، فالغرفة دي مجهزة بخزنة سرية ديجيتال داخل الدولاب برقم سري عشان تحط فيها فلوسك أو أوراقك أو متعلقاتك الغالية، وتخرج تتفسح وتنبسط وانت مطمن تماما طول فترة إقامتك ومصيفك. وقبل ما نختم جولتنا الملوكي دي لازم نلقي نظرة على المطبخ، لأن زي ما بنقول دايما المطبخ هو قلب البيت والراحة بتبدأ منه. المطبخ هنا متقفل ومصمم بطريقة مودرن شيك جدا، بتستغل المساحة بذكاء، والأهم إنه مجهز بالكامل بأحدث الأجهزة الكهربائية وكل الأدوات اللي ممكن تحتاجها العيلة خلال فترة الإقامة. عندك تلاجة وميكرويف وغسالة وبوتاجاز، وكل حاجة مترتبة على أعلى مستوى من النظافة والتعقيم الفندقي. يعني لو حابين تعملوا أكلكم بنفسكم أو تجهزوا مشروباتكم السريعة مع الفيو، المطبخ هنا هيوفر لكم كل سبل الراحة والرفاهية اللي تخليكم مش محتاجين تشيلوا هم أي حاجة بره. في نهاية جولتنا النهاردة الطويلة والممتعة دي، أحب أقول لكم إن المصيف في ستانلي بالفيو الملكي ده تجربة لازم تعيشوها، تستمتعوا بكل لحظة فيها. احنا شفنا مع بعض شقة متكاملة من غرفتين نوم وريسبشن واسع بفيو ملكي على البحر والكوبري، واتنين حمام بتصميم ذكي، ومطبخ مجهز بالكامل، وأسانسير تاتش حديث، ومرايات ديجيتال، وخزنة أمان مع أعلى درجات النظافة اليومية من الهاوس كيبر، وأمن وحراسة 24 ساعة للبرج بالكامل. والمفاجأة الأكبر والأقوى إن الشقة دي معروضة لكم من المالك مباشرة من غير وسيط ومن غير أي عمولات مخفية. شركة السادات هوم للتسويق العقاري بتضمن لك مصيف ملوكي في أقوى موقع في اسكندرية. أرقام التواصل مع الشركة هسيبها لكم في صندوق الوصف وموجودة بالتفصيل تحت الفيديو. كلموهم فورا واحجزوا أيامكم قبل الصيف ما يزدحم. وطبعا متابعين قناة ميرو لايف ستايل ليهم خصم مخصوص. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك المتين والشير للفيديو مع كل اصحابكم اللي بيحبوا اسكندرية، وسيبولي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم على خير في جولة جديدة، مع السلامة.